في حل ممكن يخلي السيستم بتاعك اسرع ب 100 مره، ونفس الحل ممكن يخلي اليوزرز يشوفوا داتا غلط، والحل دوت هو الكاشنج. الكاشنج ببساطه هو انك تخزن الداتا في مكان سريع تقدر ان انت ترجع لها في اي وقت من غير ما تروح للداتابيز. طب امتى نستعمل الكاشنج؟ لما تكون البيانات بتتقرا كتير وبتتغير نادرا، زي المقالات او المنتجات على مواقع الاي كوميرس. طب ولو الداتا بتاعت المنتجات ديت اتغيرت، ده بيودينا لنقطه ثانيه اسمها الكاش انفاليديشن. يعني امتى تمسح الكاش وترجع تسال الداتابيز؟ لو مسحته في وقت قصير كده انت مش هتستفيد حاجه، ولو طولت مده الكاش كده هترجع لك بيانات غلط. الحل انك تحدد التي تي ال او التايم تو ليف، يعني الكاش ده هيعيش وقت قد ايه بناء على البيانات دي بتتغير ازاي. طب امتى ما تعملوش؟ اكيد لما البيانات تكون بتتغير كتير، زي رصيد حسابك البنكي مثلا، وهنا الكاش ممكن يديلك معلومات قديمه لانه مش اب تو ديت. طب السؤال دلوقتي، اختار ريدس ولا ان ميموري كاش؟ الان ميموري سريع جدا، بس لو السيرفر وقع الكاش راح باللي فيه، انما ريدس بتخزن الكاش في سيرفر منفصل، يعني لو عندك اكتر من سيرفر كلهم يقدروا يشوفوا نفس الكاش. هتقول لي يا عم احمد، طب لو السيرفر بتاع ريدس ذات نفسه وقع؟ هنا بقى ريدس عندها فيتشر بتخليها تخزن الكاش في فايل جوه الفايل ستورج بتاع السيرفر. طب هتقول لي لو السيرفر بتاع ريدس ذات نفسه اتمسح؟ لا دي بصراحه بقى انا ما اقدرش اساعدك فيها. بالمختصر، لو انت عندك سيرفر واحد والبيانات مش سنسيتيف يبقى انت اكيد هتستخدم ان ميموري، انما لو عندك ديستريبيوتد سيستم وبيانات لازم تكون محفوظه وما تقعش مع السيرفر يبقى انت اكيد هتستعمل ريدس. الكاش مش سحر، هو بس بيعمل لك توازن ما بين الريسبونس تايم وان البيانات تكون اب تو ديت.